السلام عليكم. تعال نعمل مع بعض كيكتنا الجميلة هشة ومرتفعة وجميلة جدا، هتشوفوها معايا لأول مرة. هنجيب شوب الخلاط معايا، هنزل بمعيار مج من الحليب، عليه مج من السكر، عليه مج من نص مج من الزيت أو السمنة أو خليط ما بين الاتنين. بس السكر حسب الرغبة، لو حابة تخليها مج إلا ربع هيكون حلو برضو، اللي ما بيحبش الحاجة حلو. وهنضيف باكو من الكريم كراميل ده، وهنضربهم كويس في الخلاط لغاية ما يديني القوام التقيل اللي انتوا شايفينه ده. هناخد مج واحد هنعزله على جنب ونكمل باقي مكوناتنا برضو في شوب الخلاط. هنجيب 3 بيضات درجة حرارة المطبخ، هنضيف لهم ورقتين فانيليا وهنضيفهم على شوب الخلاط معاكم اهو خطوة بخطوة. هنضيف 3 بيضات وهنضربهم برضو في الخلاط كويس لمدة دقيقة. هنرجع بيهم ويكون مجهزين عندي مية بتغلي على البوتاجاز، بنزل بيها على طول نص مج مية بيكون لسه نازل من على البوتاجاز بيغلي. هنضيفه وهنرفعه تاني على هنضربه تاني في الخلاط لمدة دقيقة برضو. هنجيب بولة وننزل بالمكونات السائلة بتاعتي، وانا ضفت عليها مج ونص من الدقيق، استخدمت مج ونص من الدقيق عليهم ورقة بيكنج باودر او ما يعادل معلقة كبيرة من البيكنج باودر، أو استخدمت مج ونص من الدقيق. هنخلطهم كويس في اتجاه واحد، هنقلب بالراحة. وهنجيب صينية عندي، القالب اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده مدهون سمنة ومبطناه بالدقيق. هننزل بالخليط بتاعي ويكون الفرن عندي سخنة، بيدخل الفرن على درجة حرارة 180، بياخد نص ساعة بالظبط. بيطلع هش جدا، كيكة جميلة جدا هشة ومرتفعة واسفنجية من جوا. يعني انت ممكن تعمليها الوصفات الجاتوهات جميلة جدا. ولو حابة تعملي صينية أكبر ممكن تضاعفي الكمية طبعا. شايفين الكيكة ازاي سفنجية وهشة وقلبها أبيض من جوا، قطنية جدا بصراحة. يعني ممكن نعملها نزينها ونحشيها من جوا، هتكون روعة. شايفين، وزينتها بشوية جوز هند بساط كده بالشكل ده، وطلعت معايا هشة ومرتفعة وطعمها غير الطعم خطير جدا، أحلى من الشكل كمان. أتمنى الوصفة يكون عجبتكم، ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.